ليه مهم نتكلم عن الفلوس قبل الجواز؟ الامور الماديه بقت من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل، بالذات في الازمات الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها. قيمه الفلوس من شخص للتاني بتبقى مختلفه. خليني ابسطها لك. يعني مثلا انت ممكن تبقى بتشوف الفلوس امانك انت وعيلتك، بس هي تبقى شايفه الفلوس اتعملت عشان نعيش حياتنا ونتبسط ونسافر. الاختلاف ده بقى بيعمل مشاكل كتير. ممكن كمان يوصل انها تشوفك بخيل عشان بتحاول توفر، وانت تشوفها مسرفه ومش بتقدر قد ايه انت بتتعب عشان تجيب الفلوس دي. فمهم ناخد بالنا من نظرتنا للفلوس عامله ازاي. حاجه كمان مهم نتكلم عن اولوياتنا في الحياه. يعني لو بقى مستوانا مثلا احسن هنعمل ايه؟ هننقل بيت اكبر، ولا هنسافر، ولا هنحسن مدارس ولادنا؟ نتفق على مبدأ المشاركه، الست هتشارك معاك في البيت ولا لا؟ والموضوع ده ما فيهوش صح وغلط، يعني الموضوع كله بيبقى اتفاق وقبول. ليه بقى مهم نتكلم في الحته دي؟ عشان كم الستات اللي بسمعها في الجلسات بتقول لي انا ما اعرفش مرتب جوزي كام، وبيتقال لها بالحرف طالما اللي انت عايزاه بيجيلك ما تساليش معايا كام. الفكره مش سيطره اكتر من ان الجواز شركه، فينفع يبقى عندنا شركه ما نعرفش على الاقل راس المال بتاعها ايه. الاتفاق على الامور الماديه ما فيهوش كسوف، مش معناه ان انت ست ماديه او طماعه، ولكن هو اتفاق زي ما بنتفق على المكان اللي هنعيش فيه او الفرح هيبقى فين. ويعني لو لسه مش عارفه تبداي كلامك معاه ازاي، ابعتي له الفيديو ده.